هتتحبس وهتلبس قضية أمن دولة طوارئ بلا رجعة. عشان الناس تيجي في الآخر تقول لك ما كنتش أعرف أو ما كنتش واخد بالي، لا، خد بالك كويس جدا. سلاح ناري، تصوير بسلاح ناري، بسلاح أبيض، سواء عن طريق كاميرات المراقبة، سواء عن طريق كاميرا الموبايل أو على النت. أي تصوير بسلاح ناري أو سلاح أبيض هتتحبس وهتلبس أمن دولة طوارئ بلا رجعة. موضوع ما فيهوش تهاون. تيجي في الاخر الناس تقول لك انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش واخد بالي، لا، القانون الجديد واضح جدا. قال لك اي شخص هتصور بسلاح ناري، سلاح ابيض، هيجي عن طريق كاميرات مراقبه، هيجي عن طريق كاميرا موبايل، عن طريق الانترنت، هتلبس امن دوله طوارئ بلا رجعه، يعني هتتحبس. الموضوع الثاني عن طريق الفيديو اتعرض على الانترنت، انت محدش يعني مش مطلوب ان حد يبلغ عنك، مجرد ان الفيديو تم عرضه على الانترنت، الفيديو اتعرض على الانترنت، بعد كده من اجهزة الدولة هيتم الرصد وهيرصد الفيديو دوت، سواء كنت بسلاح ناري او سلاح ابيض. الرجالة اللي بتقلع في الافراح تتصور بسنجة بسلاح ابيض، يولع بيروسول في فرح، يركب موتوسيكل وروع المواطنين، ده كله تحت بند الترويع وارهاب المواطنين. يبقى ده كله هتلبس. تحذير اضافي بقى ايه هو؟ اي شخص حط على البروفايل بتاعه على النت صورة فيها سلاح ناري فيها سلاح ابيض، احذف الصورة فورا. اي شخص حط على البروفايل سلاح ناري، صورة فيها سلاح ناري سلاح ابيض، احذف الصورة فورا. كل شخص وكل اب ينبه على اولاده، لان الموضوع بقى فيه خطر جدا جدا جدا. اي اب ينبه على اولاده لان الموضوع اصبح خطر جدا جدا جدا، وبيلبس قضية امن دولة طوارئ بلا رجعة، يعني فيها حبس ومش هتعرف تخرج منها، لان القانون الجديد واضح جدا جدا. كل شخص ينبه على اولاده، وخلوا بالكم كويس جدا جدا جدا، وتحياتي لحضراتكم جميعا.